جماعة الأكلة دي بجد رهيبة وجت فكرتها في آخر لحظة، وأنا مطلعة البانيه يفك. أول ما شافوا إن أنا هعمل بانيه قالوا لي إحنا زهقنا من البانيه، لا عايزين حاجة تاني غير البانيه. قلت طب أعمل إيه؟ فجت لي الفكرة دي. وعايزة أقول لكم الأكلة دي طلعت أحلى من البانيه 100 مرة، لدرجة إن هم عايزين يعملها كل أسبوع. زي ما انتوا شفتوا كده، جبت البانيه، شرايح البانيه، وقطعتها مكعبات كبيرة كده. جبت طاسة، وأول ما سخنت نزلت بشوية زيت ومكعب كبير من الزبدة وسبتهم يسخنوا مع الطاسة. مجرد ما الزيت يقدح، مش عايزه الزبده تتحرق، هنزل بقى بمكعبات البطاطس. بطاطس تقطعيها مكعبات متوسطه زي ما انت شايفه كده، وكانك هتقليها وتعملي بطاطس محمره، بس طبعا مش في كميه غزيره، لان خلاص انا مش هتخلص من الزيت والزبده، دول هيفضلوا معايا عشان اكمل بيهم باقي الطبخه. مجرد ما البطاطس تاخد اللون الحلو ده، اللون المحمر بتاع البطاطس المحمره ده، اجيبهم على جنب كده، وانزل بقى بمكعبات البانيه زي ما انتم شايفين كده. بسرعه انزل بيها وما اسيبهاش وقت طويل عشان ما تنشفش مني وتفضل جوسي وطريه كده. هحركها مع البطاطس. مجرد ما تاخد اللون الابيض ده، هنزل ببصلايه كبيره مفرومه ناعم، واحركها مع البطاطس والبانيه. دلوقتي شايفين البصل اخد لون ذهبي اهو. وهنا بقى هضيف معلقه كبيره من الزعتر، ومكعب صغير من مرقه الدجاج. هقلب الكلام ده كله مع بعضه، واستنوا بقى العظمه اللي جايه. هي التوابل مش تقليديه اللي احنا بنستخدمها في الطبخ المصري بتاعنا، بس بجد والله الوصفه هتعجبكم. جربوها، طلعوا نص كيلو بانيه بكره واعملوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات. حطيت معلقه صغيره من الكاري، معلقه صغيره من الكركم، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، كلهم مليانين. والملح حطيت نص معلقه صغيره، لاني حاطه مرقه دجاج ودي بتبقى مملحه شويه. بعد كده حطيت معلقه كبيره من المستردة، ومعلقه كبيره من الهوت صوص عشان تبقى سبايسي كده وموحوحه. عايزه تقطعي قرن فلفل شطه هتنقلها في حته تانية، بس انا ما رضيتش ان هي تبقى حراقه قوي عشان البنات ياكلوا منها. حطيت كمان معلقه من العسل الابيض. قلبي بقى الكلام ده كله مع بعض. عايزه اقول لكم الريحه رهيبه. انا هنا بجد فرحت يعني من جوايا كده، ان هم قالوا ايه، لا كفايه بانيه، شوفي لنا وصفه تاني او اكله تاني اعمليها. وان انا جربت وعملت الوصفه دي، بجد الريحه وهم. هنا بقى الصوص زي ما انتم شايفين مميمي كده، بس ما تخافوش، البطاطس بتنزل بعد كده النشا بتاعها، وتبصوا تلاقيها تقلت بعد ما تستوي بالمنظر ده. ولو انتي مش حاطه بطاطس، تقدري تحطي معلقه من الدقيق في الاول خالص، ده بيتقل الصوص بعد كده. اول ما تستوي معاكي، انزلي بقى بشويه بقدونس مفروم وكزبره خضراء، وشيليها من على النار على طول على الطبق كده وهي بتبقبق زي ما انتم شايفين. انزلوا بقى بيها في طبق التقديم. ويا سلام على الريحه. تقدميها مع رز ابيض، او مع الرز بقى اللي انا عملته معاكم في الفيديو اللي فات. الصراحه ده كان رز بايت عادي يعني، بس احنا بقى هنحييه ان احنا عملنا جنبه الاكله دي. ايه رايكم بقى؟ شايفين الصوص متماسك ازاي من النشا بتاع البطاطس؟ مش هتستخدمي بطاطس، تقدري تضيفي معلقه دقيق في الاول خالص. تعالوا بقى نشوف الجمال. حاجه كده رهيبه، لونها الذهبي الرهيب ده يفتح النفس. يا جماعه جربوها، هتعجبكم جدا.